تخيل إن الباليه اللي إحنا النهاردة بنشوفه على أكبر مسارح العالم واللي مرتبط في دماغنا بالباليرينا والفستان الأبيض وشوز الباليه بدأ أصلا من ناس مش راقصين. بدأ من ملوك وأمراء كانوا بيطلعوا يرقصوا في القصور. أيوة بالظبط، قبل ما يبقى فيه أكاديميات ومدارس وامتحانات باليه كان فيه ملك ممكن يخلص اجتماعه ويروح يعمل بروفة رقص. تعال أحكيلك الباليه بدأ إزاي. لكن قبل ما نحكي الحكاية دي لازم نرجع بالزمن حوالي 500 سنة لإيطاليا، وتحديدا عصر النهضة، الفترة اللي أوروبا كلها كانت بتكتشف نفسها من جديد. الفن كان في كل مكان، الرسامين بيبدعوا والموسيقى بتتطور والقصور كانت بتعمل احتفالات مش شبه أي احتفالات. في الوقت ده ظهرت فكرة إن الرقص ممكن يكون جزء من عرض كامل، مش مجرد ناس بترقص وخلاص، لكن لازم تكون حكاية فيها موسيقى وملابس وحركة. ومن هنا ظهر اسم باليتو، يعني بالإيطالي رقصة صغيرة. بس ما تتخيلش إن إحنا كنا هنشوف باليرينا لابسة أبيض وواقفة على أطراف صوابعها، لا لا، الناس وقتها كانوا بيرقصوا بملابس تقيلة جدا. يعني أنا مش عارفة كانوا بيرقصوا ولا بيشيلوا أوزان بصراحة. الأغرب إن اللي كانوا بيقدموا العروض دي ما كانوش راقصين محترفين، كانوا النبلاء نفسهم. الأمراء والأميرات كانوا بيتعلموا الرقص كجزء من ثقافتهم، لأن وقتها إنك تعرف ترقص كويس كان معناه إنك شخص متعلم وراقي. لكن أي فن عظيم لازم يبدأ يسافر، والباليه كانت رحلته لفرنسا. وهنا ندخل على شخصية مهمة جدا، كاثرين دي ميديتشي، أميرة إيطالية كانت عاشقة للفنون. لما راحت فرنسا بعد زواجها أخدت معاها الفنانين والموسيقيين ومصممين العروض. يعني الموضوع كان مش مجرد سفر، دي كانت عاملة نقلة كبيرة للفن كله. لكن أكبر نقلة حصلت لما ظهر شخص غير تاريخ الباليه، لويس ال14، ملك فرنسا. بس المفاجأة إنه كان راقص باليه، ملك وراقص باليه، وكمان كان بيشارك في العروض اللي موجودة على المسرح. تخيل دلوقتي إن شخصية مهمة كبيرة تطلع تعمل عرض باليه، السوشيال ميديا للأسف مش هترحمه. في أحد العروض لعب دور الشمس، ومن هنا جه لقبه الملك الشمس. وكان مؤمن إن الفن مش مجرد ترفيه، الفن ده قوة. وفي سنة 1661 أسس الأكاديمية الملكية للرقص، ومن هنا الباليه بدأ يتحول من هواية في القصور لفن ليه قواعد ومدارس. وفي نفس الفترة دي ظهر شخص اسمه بيير بوشامب، الشخص اللي وضع البوزيشنز الخمسة الأساسية للرجل اللي لحد النهاردة أي راقص باليه في العالم لازم يبدأ بيها. يعني حكاية الباليه بدأت برقصة صغيرة في قصور إيطاليا وسافرت لفرنسا لحد ما بقت فن عالمي. لكن دي كانت البداية بس، لأن الباليه كان لسه محتاج يتحول من مجرد استعراض لحكايات ومشاعر وشخصيات. وفي الحلقة الجاية هحكيلك إزاي الباليه بدأ يحكي قصص، وإزاي ظهرت أول باليرينا بالشكل اللي احنا نعرفه دلوقتي. أنا روان، وده كان تعال أحكيلك.